إن شاء الله النهاردة هنشرح موقعين مهمين جدا. الموقع الأول إن إزاي نعرف الإعلانات الموجودة على المدونة بتاعتنا أو الإعلانات الموجودة على الموقع بتاعنا أو على القناة بتاعتنا على اليوتيوب اللي إحنا بنربح منها أو بنربح من الموقع المدونة الإعلانات الموجودة. هنخش على الموقع الأول. الموقع الأول ده بنعرف الإعلانات الموجودة اللي هي جوجل بتحطها، اللي هي جوجل أدسنس بتحط الإعلانات بتاعتها على الموقع، اللي هم الناس اللي مشتركة في جوجل أدسنس، اللي هي بتنزل إعلانات على الموقع أو على المدونة. هنعرف إزاي أو هنعرف الإعلانات إيه الإعلانات الموجودة اللي جوجل أدسنس بتنزلها على المدونة أو الموقع بتاعنا. أول حاجة هناخد الرابط بتاع الموقع أو المدونة أو القناة بتاعتنا على اليوتيوب وهننسخ الرابط هنا. بعد كده هنختار البلد بتاعتنا. بعد كده هنختار بريفيو ادز. بعد كده هيظهر لنا الإعلانات الموجودة في الموقع ده زي ما انتم شايفين الإعلانات النصية اللي بتظهر في الموقع. لو نزلنا تحت شوية نلاقي الإعلانات اللي هي الإعلانات المصورة بأحجام مختلفة زي ما انتم شايفين كده. ده جميع الإعلانات اللي بتظهر على الموقع بالأحجام المختلفة والبنرات والإعلانات الموجودة كلها ديت. كده عرفنا الإعلانات الموجودة. إزاي نعرف بقى سعر كل إعلان بينزل على الموقع ده وسعر كل إعلان بينزل على المدونة بتاعتنا؟ أول حاجة هناخد الرابط بتاع الإعلان، رابط الإعلان. طبعا أما إحنا بناخد الرابط ده أحسن أما إحنا بنضغط على الإعلان من على الموقع ذات نفسه. لو إحنا ضغطنا على الإعلان ونازل على المدونة بتاعتنا أو الموقع بتاعنا فتح خارج سياسيات جوجل أدسنس وبيحصل عندنا مخالفات. هنمسح الرابط ده ونروح على الموقع الثاني اللي هو بنعرف سعر النقرة على الإعلان ده. هنقوم واخدين راسك هنا وبعدين دولة يونايتد ستيت. هنا هنعرف سعر النقرة داخل الولايات المتحدة. طبعا مش موجود دول العرب أو مش هتلاقي دول أوروبا وأمريكا وبعض الدول من آسيا. طبعا هنختار سعر النقلة داخل الولايات المتحدة ونعمل فرق الأسعار بين الدولة وأمريكا أو يونايتد ستيتس. هنعمل سيرش البحث وهنشوف سعر النقرة على الإعلان. طبعا هنا هنخش على أدز مش هنلاقي أي أسعار. هنخش على زي ما انتم شايفين هنا هنعمل برضه سيرش برضه مفيش أي أسعار. هناخد إعلان تاني مثلا زي إعلان الفيسبوك مثلا ده ونشوف برضه سعر النقرة قد إيه. وهننسقه هنا وبعدين سيرش. زي ما انتم شايفين السي بي سي سعر النقرة، زي ما انتم شايفين سعر النقرة جميع إعلانات الفيسبوك. الرابط الإعلانات الفيسبوك طبعا زي ما انتم شايفين السي بي اللي يهمنا كله في الموضوع ده كله اللي هو سعر النقرة اللي هو السي بي سي. $3.48 سنت، $3.57 سنت، 87، $6.57 سنت. زي ما انتم شايفين كده قدامي ديت يعني أسعارها كويسة. طبعا الإعلان ده هنخليه لو احنا مثلا نختار مثلا إعلان تاني، نختار مثلا الإعلانات المصورة دي مثلا، نختار مثلا الموقع ده مثلا نسيبه ونحطه على الموقع ده بس. هنعمل سيرش عشان نعرف سعر النقرة قد ايه. زي ما انتم شايفين السي بي سي سعر النقرة ضعيف يعني 0.34 سنت أو 35 سنت. يبقى الإعلان ده أو الموقع ده بينزل إعلانات أسعارها ضعيفة. هنعمل إيه بقى؟ هنقوم واخدين اللينك بتاع الإعلان ده اللي إحنا عرفنا إن سعر النقرة بتاعته ضعيفة، هننسخه ونحطه في الملف تكست. هنحطه في الملف تكست. يبقى إحنا حطيناه في الملف تكست. وندور برضه كذلك، نقعد ندور في الإعلان دي كلها، نقعد ندور على الإعلان اللي هي أسعارها ضعيفة ونحطها في الملف تكست. وبعد ما نحطها في الملف تكست هنقوم واخدينها كلها مرة واحدة ونروح على جوجل أدسنس ونروح على السماح بالإعلانات ومنعها. والإعلانات اللي هي ذات أسعار ضعيفة هنحطها
هنحطها هنا اهوت نقول نعملها لصق، وبعدين نقول منع عناوين اليو ار ال نمنعها. يبقى كده مش هيظهر عندنا في الموقع بتاعنا، وكده يعني هنبعد جميع الاعلانات اللي هي ذات اسعار قليله. انا مثلا نبحث مثلا عن اعلان تاني عشان بس اوضح لكم الصوره. نعمل سيرش. هنا برضو زي ما انتم شايفين كده الاعلان برضو ده اعلان ذات اسعار ضعيفه برضو السي بي سي. زي ما انتم شايفين برضو انا اللي يهمنا كله السي بي سي. العمود ده اللي بيوضح سعر النقرة للاعلان ده. احنا شايفين كده اسعار ضعيفه. هنروح برضو ناخد الرابط بتاع الاعلان ده وهناخده نحطه في الماب تكست. وهكذا دوريك يعني نقعد نبحث عن الاعلانات اللي هي ذات اسعار ضعيفه ونروح نحطها في الموقع ده ونشوف سعر النقر كام. لو لقيناه مثلا من فوق 3 وطالع يبقى نخليه، ولو اقل من $3 هنقوم مانعينه خالص، نشيله من على نمنعه، نحطه في الملف التكست ده مع الاعلانات اللي ذات اسعار ضعيفه، وبعدين ناخد بقى بعد ما نجمع الاعلانات كلها، بعد ما نجمع عروض الاعلانات اللي ذات اسعار ضعيفه هنقوم واخدهم كلهم دوت مره واحده نسخ، نروح نحطهم هنا على جوه الادسنس، في صفحه جوه الادسنس في منع الاعلانات عناوين اليو ار ال المعلنين، هنقول له نسخ. بعد كده منع عناوين اليو ار ال. بعد كده هيظهر عندنا ان الاعلانات دول اتمنعوا من على الموقع ومن على المدونه بتاعتنا. وبكده عرفنا ازاي ان احنا نعرف الاعلانات الموجوده على الموقع بتاعنا اللي بننزلها جوه الادسنس، وعرفنا سعر كل اعلان موجود على الموقع بتاعنا، وعرفنا ازاي ان احنا نمنع الاعلانات الضعيفه اللي هنحطها جوه الادسنس، ومنع منع عناوين الاعلانات ذات اسعار